الست المسكينة دي بتشتغل دليفري، ومعاها طفل صغير، بتلف وتروح وتيجي والطفل ده على ظهرها. كانت بتوصل اوردر، فبعد ما سلمت الاوردر لصاحبه قالت له: لو سمحت معايا طبق نودلز، ممكن بس شوية مية مغلية لاني ما اكلتش حاجة من الصبح لا انا ولا الطفل. قال لها: طبعا مفيش مشكلة. لسه بيحط لها المية تليفونها رن، فوهي بتطلع التليفون فلوس وقعت من جيبها من غير ما تاخد بالها. كانت بتكلم صاحب البيت اللي هي ساكنة فيه، وبتقول له انها جمعت نص المبلغ وبتشتغل اليوم كله علشان تجمع باقي المبلغ، وكانت بتعيط وبتترجاه ان ما يرميش حاجتها في الشارع لانها ما عندهاش مكان تاني ممكن تروحه. بعد ما خلصت التليفون الراجل قال لها: طيب اقعدي كل المكرونه هنا. قالت له: معلش، زي ما انت سمعت في التليفون محتاجه فلوس، وعندي كام اوردر عاوزه اوصلهم عشان اجمع المبلغ. بعد ما مشيت الراجل بيبص كده لقى الفلوس مرميه في الارض، طلع يدور عليها ملقاهاش، فقال اكيد هترجع وتسال على الفلوس. وفعلا رجعت. اول ما رجعت كانت بتعيط، طمنها وقال لها: ما تقلقيش، فلوسك موجوده، هدخل اجيبها لك حالا. ودخل الخزنه بتاعته وجاب الفلوس. وفي لحظه كده قرر انه يساعدها، فجاب شنطه حط فيها هديه وحط لها باقي المبلغ اللي هي محتاجاه، ورجع اداها الفلوس والشنطه. هي ما كانتش مصدقه انها لقت فلوسها، وكانت بتشكر الراجل جدا جدا وهي بتعيط. الناس لبعضها. لو شفت حد في ضيقه ومحتاج وفي ايدك انك تساعده لازم تعمل كده، واوعى تتردد لحظه. جبر الخواطر على الله. صلوا على النبي في التعليقات.